الفرج يأتي من قلب الشدة، فالصبح من رحم الظلماء مسراه، ربما تتعرض له المناطق المحررة من قصف ممنهج، وخاصة للجامعات والمدارس، لكن أبناءنا صامدون ومصرون على طلب العلم وعازمون على النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. تقوم إدارة سلسلة تلاوة القرآن بتكريم ثلة من حفظة القرآن الكريم كاملا، وتم توزيع الشهادات والمكافآت عليهم، كما أكرمنا الله سبحانه وتعالى في الشهر الماضي بتكريم 70 حافظا وحافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإن أكرمنا الله تعالى بالبقاء للشهر القادم فسوف نكرم ونكرم بأكثر من 100 حافظ وحافظة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلهم منارة يضيئون حلك الظلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لله درهم في ذلك الموقف العصيب، وقد بلغت القلوب الحناجر، والخوف قد خيم على أهل المحشر، ويتقدم القرآن أهله وأصحابه شافعا ومشفعا. دعينا إلى حفل تكريم حفظة كتاب الله عز وجل، والحقيقة نحن الذين نكرم، فهم سبب في تكريمنا، بأن جئنا إلى هذا الحفل الكريم لنشارك هذه الفرحة العظيمة، لنشارك هذا العز وهذا الشرف وهذا الكرم. فالحقيقة هذا هو العز الحقيقي، وهذا هو الشرف، وهذا هو التكريم الحقيقي، ولم لا وهم حملة كتاب الله. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صفاتي ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف ومن رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين
للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا.